الشهداء أحياء بقلوبنا لا ينزلون على أهالينا بشمال وشرق سوريا. يعني لما أقول المؤامرة الدولية اللي مشت بحق القائد صار 27 سنة، يعني هاي كمان هالمؤامرة كان بحق أهالي عفرين، أهالي راس العين، بحق أهالي عزاز باب. نفس المؤامرة اللي مشوها على القائد هالمؤامرة اليوم عم تمشي علينا، ولحد هاليوم المؤامرة مستمرة. ما زال القائد عبد الله أوجلان بين 4 حيطان عم يناضل مشان حريتنا، هالمؤامرة تمشي علينا. بقى لما أقول ب 2019 لما صار أهالينا براس العين ثاني نزوح صار لهم طلعوا بالمخيم، هاي كان أكبر مؤامرة. بيوم مؤامرة دولية على القائد، يوم اللي سوينا مسيرة وحطينا خيمة اعتصام مشان أهالينا راس العين ما يطلعون من مكانهم، مشان ما يصير هجمات من قبل الدولة التركية. بيوميتها اعتصام صارت كمان مؤامرة علينا وطلعونا بالزور، طلعونا تحت الطيران. كلكم تعرفون يمكن بعشرات الطيارات كان فوقنا، كان عم يضربونا ونحن كنا تحت خيمة الاعتصام. كثير شفنا الصعوبات، يمكن أهالينا قاوموا وقواتنا كمان قاوموا. عم يقولون ليش راس العين راحت؟ يمكن هالمؤامرة كل شخص فينا مشى عليه، لأنه نحن خفنا على حالنا، خفنا على أولادنا. نعرف اللي تيفوتون على راس العين دواعش، اللي قبلها كانت جبهة النصرة، واللي ب 2019 كانوا دواعش. من هيك كل واحد شال عيلته وطلع. ما منو ضل هنيك؟ قواتنا العسكرية. قواتنا العسكرية ضلوا تحت القصف وكمان ناضلوا مشان راس العين ما تروح، وبعشرات الرفاق استشهدوا مشان نحمي راس العين واهالي راس العين. عم ينادي باسم الحرية، باسم أمة الديمقراطية، باسم أخوة الشعوب اللي تحت القصف وهجمات وشهداء ونزوح. اليوم أسسنا أخوة الشعوب أمة الديمقراطية. اليوم نحن كمان نتوجع إنه أهالينا يكونوا تحت المخيمات. صار لهم أكثر من 6 سنين عم تمشي على كل مكون كردي، عربي، سرياني، تشركسي، يزيدي، تركماني. اليوم هالمؤامرة عم تمشي عليه، لأنه لما العدو تهجم علينا ما سأل لا عن عشائر العربية، ولا سأل عن عشائر الكردية، ولا سأل عن حدا. حتى المسيحيين شفتوا ماش صار فيهم تلتمر. بقى مشان هالشي يعني هلا الهجمات تضل مستمرة، وسياساتهم الوسخة ومؤامراتهم تضل مستمرة. ليش؟ لأنه نحن شعب واحد، أمة واحدة. دار المرأة نحن أول دار افتتح بقامشلو 2011. ليش افتتح دار المرأة؟ دار المرأة افتتح يعني بصراحة شفنا آلاف السنين، يعني إنه المرأة كانت تتعرض للعنف، يعني استغلال، لكثير شغلات يعني. بس هي كانت ببيتها، ويعني نشوف إذا كان في عنف، يعني عنف زوجي، عنف عائلي على المرأة. بس بوجود حركة المرأة طبعا يعني المرأة أثبتت حالها. وبعدين بثورة روجافا هي اللي خطت خطوات كتير كبيرة، وكمان يعني كانت موجودة بكل مكان وأثبتت حالها. وطبعا يعني بكل ثقة، بكل يعني نقول يعني إنه المرأة دخلت بكل المجالات وشاركت الرجل. حتى الرئاسة المشتركة عم نشوف كمان إنه مرأة ورجل بالكومينات، كمان لها مؤسسات خاصة فيها المرأة مثل كونغراستار، دار المرأة، وقفة المرأة، منظمة سارة، هدول يعني خاصة بالنساء. مشان هيك كمان شفنا في كتير أنواع قضايا عم تجي لدار المرأة. هالقضايا كان فيها عنف، هالقضايا كان فيها قتل النساء، استغلال النساء، اغتصاب النساء. كان لابد من وجود قانون يحمي المرأة، والجاني كمان ياخذ جزاء. مشان هيك أول قانون كان باسم قانون المرأة 2014. بعدين القانون يعني أضفنا له يعني مثل ما يقولوا 10 بنود
تم إضافته للقانون وصار باسم قانون العائلة. حتى دار المرأة كمان إنه هي أي رجل أي امرأة فيها تروح تشتكي بدار المرأة، يعني دار المرأة مو بس للمرأة، للرجل حتى الفتاة الشاب مين ما كان يجي. يعني نحن هلا نقول بالقامشلي يعني مشان هيك دار المرأة لها يعني خصوصية خاصة كمان، والمرأة والرجل عم يشوفوا حالهم انه فيها دار المرأة تساعدهم كمان. هلا بدنا نبلش بالقانون. قانون قلنا قانون الأسرة. بالبداية قانون المرأة كان يعني 30 بنت، هلا قانون الأسرة 40 بنت، وهلا بدنا نحكي لكم على قانون الأسرة. في ظل الظروف الصعبة والوضع المتأزم التي تعيشه سوريا وللحاجة الملحة تطبيق المساواة الفعلية في المجتمع ولتحقيق مبدأ الحياة التشاركية وترسيخ مفهوم العدالة الديمقراطية. يعني القانون قلنا مشان مبدأ العدالة الاجتماعية، مشان الحياة التشاركية، مشان الحياة هدف دار المرأة وهدف القانون كمان إنشاء عائلة ديمقراطية. يعني شلنا بإيد وحدة الحرب وشلنا بإيد وحدة المجتمع نحن نريد هلا بقينا مناطق سوريا اللي فيها أمان وفيها استقرار شمال شرق سوريا. يعني هلا ما نعتبر حالنا نحن بالمخيمات، نحن بأراضينا. يعني بصراحة أنا شفت بالمخيم هالمساعدات عم يطلعوا يشتغلوا، يعني شيء اللي بدهم يعملوا. يعني هلا في مدن المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي، أنا رحت لهنيك يعني عدد كثير مناطق، بلجيكا، هولندا، فرنسا، شفت المخيمات، رحت زرت المخيمات ما فيهم يطلعوا من المخيم يعملوا، ما فيهم حرية، أكلهم محدد، طلعانهم ما في. يعني نحن هون هلا مو مثل مخيم، نحن هلا مثل هلا براس العين، بس اشقد ما كان نحن إلنا بيت وإلنا أرض ونرجع، هاي كمان أرضكم، هاي كمان بيتكم. يعني نحن ما نشوف حالنا نحن غريبين من الجغرافية جزيرة.